مقارنة ما بين لاعبي النادي الأهلي والزمالك الجزء التالت. المقارنة المرة دي هتبقى ما بين الباك الشمال لكل فريق، ما بين نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر فتوح أحمد فتوح، وأسرع دليفري في مصر نجم النادي الأهلي ونجم منتخب تونس علي معلول. المرة دي مش هتكلم عن أرقام الاتنين لأن أرقام الاتنين معروفة وبتتكلم عنهم، لكن كل واحد فيهم فيه ميزة عن التاني وهتكلم عن كل ميزة لوحدها. يعني مثلا لو اتكلمنا عن ميزة السرعة مثلا فهنروح بشكل كبير لعلي معلول. فتوح سريع لكن فتوح ما بيستخدمش سرعته قوي على عكس علي معلول اللي بيستخدم سرعته بشكل كبير جدا. حتى أسرع دليفري في مصر علي معلول وسرعته كبيرة جدا. أما من ناحية الدريبل والمهارة فالاتنين عندهم مهارة كبيرة جدًا، لكن الصراحة فتوح يتفوّق في الموضوع ده، عنده الدريبل بشكل خرافي، باحب أوي الدريبل بتاعه إنه يعدّي ما بين اللعيبة كده، وشغله مع منتخب مصر بصراحة. أما من ناحية التهديف فالهداف التاريخي للدفاع في تاريخ الدوري المصري هو علي معلول من غير كلام كتير. أما من ناحية الدفاع فمن غير كلام كتير برضه فتوح، لإن بصراحة علي معلول سيء جدًا دفاعيًا، على عكس أحمد فتوح اللي شُفناه في منتخب مصر صلابته الدفاعية كانت جبارة، بصراحة كان بيعجبني جدًا وكان بيحمسني جدًا في الماتشات. فدائيته وقوته في اللعب بصراحة مدافع كويس أوي. نيجي لعنصر الخبرة اللي بييجي من كتر الماتشات، وبصراحة لازم يروح لعلي معلول، عشان أحمد فتوح مهما كان برضه لسه صغير، لسه ما خدش خبرة زي علي معلول. نيجي لآخر حاجة وهي العرضيات، بصراحة الموضوع ده ملخبطني شوية، بصراحة عرضياتهم هُم الاتنين تحفة، لكن الاتنين بصراحة مجننينّي في موضوع العرضيات، إذا كان علي معلول أو فتوح، فتوح كان مصدر لأهداف مصطفى محمد من العرضيات بس، وعلي معلول نفس الوضع مع أزارو أو قبله عماد متعب أو غيرهم. بس النقطة ديّة أعتقد بشكل كبير هتروح للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح عشان يفوز معانا في المنافسة دي. ممكن يعني مصري برضه. طبعًا ما تنساش الfollow وتصلّي على النبي وتشترك في قناتي على اليوتيوب. وسؤال المرة دي، مين الأفضل من وجهة نظرك، علي معلول والّا أحمد فتوح؟